هنا جهزنا ورق العنب بتاعنا زي ما شايفين. خلاص خطيناه في الحلة، وعايزين بعد ده عندنا عاملين له صوص بتاع شوربة كده. طيب هنا عندنا شرايح من الليمون عايزة احطها في يلا بعد ده نكب الصلصة بتاعتنا اللي عملناها نكبها كده على جنبها، نخليها من فوق عندنا صحن كده بنجي نغطي بيه. عايزين نضغط كده عشان ما يطلع الرز من ورق العنب. طبعا بنخليه يستوي على كده، بنرفع النار لحد ما يستوي. هنرجع لكم تاني ان شاء الله ونغطي بالغطا بتاعه. يلا بس بنغطي الحله بتاعتنا ونخلي ورق العنب بتاعنا يستوي على نار وسط، يعني لا تعلي النار لا توطي النار برا، وان شاء الله هيكون مستوي بطريقه جميله، وان شاء الله هنشوفه مع بعض. ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا زي ما شايفين عندي رز، وعايزة أعمل خلطة بتاعت ورق العنب. نيجي نعملها مع بعض. بسم الله. عندنا بالأشياء بتاعت طبعا ده الخضار وده الرز. هنا عندي بقدونس، خط العود، شطة خضراء أو فلفل أخضر. وهنا عندي البهارات مشكلة على حسب الرغبة، كل زي كده. هنا بعد ذاك الواحد. هنا عندي توم، هنا معايا سمان. هنا كابة ملعقتين من السمان. وهنا عندي صلصة برضو صابة ملعقتين من الصلصة. وهنا عندي تاني بصل مفروم ناعم. خلي الأشياء دي تتشرب مع الرز بتاعنا. وهنا عندنا ملعقتين زيت. وآخر شي عندي دبس رمان حسب الكمية اللي عايزاها انتي. وعندنا في الآخر ملح، ملعقة كبيرة من الملح. وعندي ملعقة من السكر.
بنبدأ نعجن المكونات دي كلها ونوريكم يعني. طيب خلصنا الخلطة بتاعتنا بتاعت ورق العنب زي ما شايفيننا. خدتين لها كل المكونات اللي عندنا. في مكونات تانية مثلا لورق العنب ما في، مثلا ممكن تضيفي اي حاجة، ولازم تكون مثلا الخضار بتاعي يكون زيادة شوية عشان ما شاء الله. وهنا دي الحلة بتاعتي حضرتها انه حاجة ارص فيها. خدت لها تحت الارضية بتاعتها، خدت بطاطس شوية من الجزر عشان ما يحرق معاك. هنا طبعا هنجيب ورق العنب، نقول بسم الله، نحط الناعم على تحت والخشن على فوق، ونبدأ نقول بسم الله. يعني نكب الرز حاجة ما كتيرة، لأنه الرز المصري بينفش أول ما يبدأ يستوي. بعد ذاك الورقة لفة انت لفة يعني ما حلوة، بوظ معاك الورق العنب بتاعك. عايزينه يكون ملفوف كده، لازم يكون مشدود عشان ما يطلع الرز بتاعنا من. بس حبينا نوريكم انه انا عايزة ادخله والفه بالطريقة كده عشان ما يكون. نعمل معاكم واحدة تاني، بعد ذاك نلفه ونجي نوريكم ليه عشان ما اطول معاكم الفيديو. لأن الملعقة دي ذات انا حاساها كبيرة، اجيب ملعقة صغيرة تقدر تحدد لي المقدار بتاعي. زي ما قلت لكم ما في حاجة صعبة، اذا حبيت انت تتعلمي او تعملي الحاجة مرة ومرتين هتبقى وما في حاجة صعبة على واحد. هذه كده بالطريقة دي نبدأ نشتغل فيه.